الMBA قلبت في مصر على إنها فاشن. اه فلو هو واعي للدراسة بتاعته أو واعي للمكان اللي بيدرس فيه واخد الموضوع بجد، هيقدر يعمل اللي حضرتك اه بتتكلم بعد فيه سنين ده. خبرة، يعني هو مثلا ما شاء الله عنده أكتر من ولذلك 15 أنا، سنة. الله ينور عليك، دايما بقول يا شباب، ماجستير إدارة الأعمال ما ينفعش يبقى افتتاحية. اه مش قبل 7 سنين خبرة في مجالك عشان خاطر نقول تعالى ناخد الMBA. أيوة. من 7 ل12، من 7 ل13 سنة، ده وقت مناسب جدا، على الأقل تكون عرفت أهمية اللي أنت هتدرسه. ولأنه الMBA أساسا في جذر الصناعة بتاعتها، على ما أعتقد إن يعني المصطلح ده اتنحت تقريبا 1908. آه، في الجذر بتاعها، في الصنعة بتاعتها من البداية، هي دراسة مهنية مش أكاديمية. أيوة. وذلك أنا دايما أقول يا إخوانا، الMBA مهني مش ماجستير أكاديمي. أيوة. مهني يعني أنت بتجيب المعلومة من على الأرض.